الاعتراف بالحق فضيلة. أول هزيمة للنادي الأهلي من بيراميدز، أول هزيمة نستحقها، أول هزيمة لكرر، والمسؤول عن الهزيمة النهاردة المدير الفني كرر، بعد احترامنا الكبير ليه. المسؤول الوحيد عن هزيمة بيراميدز النهاردة كرر. يا جماعة عايزين نتكلم فني، عايزين نتكلم فني. احنا واخدين الدوري، وتحياتنا لكل لعيبة الأهلي على دماغنا اللي جابوا الدوري، وكان نفسنا ناخد الدوري دون هزيمة، كان نفسنا كل واحد أهلاوي ياخد الدوري بدون هزيمة. بس أنا عايز أتكلم على كام نقطة فنيا كده بعد احترامي لأي حد. هتكلم على الجنب الشمال بتاع كريم الدبيس. اللاعب ده لعيب محترم ومشروع لعيب محترم، ما ينفعش يا كرة اللي انا ابدا بيه مباراه ديت واحط له قدامه طاهر. يا جماعه طاهر، محمد طاهر ما يصلحش اللعب النادي الاهلي. انا قلت بدل المره 10 طاهر، محمد طاهر ما يصلحش اللعب في النادي الاهلي. ما ينفعش يا كرة واحد ناشئ زي ده احط له واحد عاجز زي ده. طاهر عاجز فنيا، يمين الله. طاهر محمد طاهر عاجز فنيا، ما عملش اي حاجه، ما فادش النادي الاهلي باي حاجه طول الموسم. واللي شايف طاهر فاد النادي الاهلي يقول لي. ما عملش اي حاجه لصالح النادي الاهلي طول الموسم طاهر محمد طاهر. بعد احترامي الكبير ليه، لازم النادي الاهلي يتخلص من محمد طاهر طاهر لا اعاره لا بيع، ما فيهاش حل. انت ظلمت الناشئ. لو كنت قدامه حسين الشحات من اول الماتش كان جيتان الولا كان بيلعب لوحده، والتاني كل كرة مقطوعة منه ترد على الباك الشمال بتاعنا، كل كرة يستلمها طاهر في الشوط الاولاني. وهاجي هتكلم على خط الدفاع. ياسر ابراهيم وعبد المنعم النهارده بنلعب بكمية بطء ما شفتهاش في حياتي، بطء فني فظيع في التحضير وفي كل حاجة وفي الالتحامات. فين الالتحامات الرجوليه يا جماعه؟ مباراه بيراميدز النهارده ديت اللي احنا نستحق الهزيمه. انا بتكلم نستحق الهزيمه، والمسؤول الاول كرر المدير الفني تحضيراته للماتش مش جيده، تحضيراته للفرقه مش جيده. وهنتكلم في كام حاجه كده. نخلص بس من خط الدفاع، وهنيجي اللهم صل على النبي. الباك اليمين بتاعنا ايه؟ لا نسيت اسمه، نسينا اسمه. الباك اليمين ده اسمه ايه يا يوسف؟ لا بتاعنا احنا يا عم، خالد عبد الفتاح. والله العظيم ناس ده الواحد ربنا اللي عالم طالع يتكلم معاكم ازاي. خالد عبد الفتاح، انت مهزوز كده ليه يا خالد؟ انت مهزوز ليه من اول دقيقه كده يا خالد؟ مفيش عرضيه حتى عدت منك، مفيش عرضيه يا خالد يا عبد الفتاح عدت منك. ليه كده يا جماعه؟ ليه كده عملتوا في الاخر كده؟ كنا احنا وراكم من اول دقيقه لاخر دقيقه وفرحانين بيكم، ومزلنا فرحانين بيكم يا رجاله. بس جمهوركم كان يستاهل النهارده يفرح، جمهوركم كان يستاهل. هنيجي لنص الملعب كل ماتش بتغير فيه، كل ماتش بتغير. انت عملت حاجه النهارده يا كرر بعد احترامي لك؟ لعبت بديانج في الشوط الثاني جنب قفشه جنب مروان، ونجم الماتش قفشه الوحيد اللي لعب بروح قفشه النهارده، الوحيد. ديانج الشوط الثاني يا جماعه ولا اكنه نزل، والله العظيم بكلمكم في كام نقطه فنيا يا كرر المفروض تتخلص منها. ديانج يا جماعه لما بيقعد بديل ما بيعرفش يلعب، ينزل زي التايه يمين الله. ديانج ده لكن ديانج تلعبه من اول الماتش تلاقيه رايح جاي وبيقطع وبيشوط بيسلم بيعمل، لكن ديانج تنزله ما بيعرفش ينزل بديل، بيبقى عامل زي الفرخه في الارض، ما بيبقاش عارف هو رايح فين. وانت بقى النقطه اللي انا بتكلم عليها نقطه محمد شريف وكهربا. انت قررت اللي انت تلعب بمحمد شريف، ما طلعش كهربا بره بقى، ما قعدش كهربا في البيت قعدوا جنبي بدل ما انزل النهارده الناشئ العبه فيرود. ايه يا جماعه ده؟ النادي الاهلي لا، النادي الاهلي اكبر من كده. ده انت كنت قعدت كهربا يا كرة على الدكه كنا استفدنا بيه حتى. وايه كميه اللي احنا الرخامه بتاعت بيراميدز دي علينا، اللعيبه والحكم الجاحد دوت وقله ادب وكل، رغم ان احنا نستحق الهزيمه. ما انا بحترف اقسم بالله، والمسؤول عنها كرر، المسؤول المدير الفني المحترم بتاعنا كرر هو اللي ما حضرش الماتش كويس. بس كميه رخامه من لعيبه بيراميدز اكنهم بيلعبوا هياخدوا كاس العالم. شفتوا بيراميدز يا لعيبه الاهلي كان فرحان ازاي لما انتوا اتغلبتوا منه؟ اكنه خد بطوله العالم. المفروض يا لعيبه الاهلي تعرفوا الكلام دوت. المفروض كرر والجهاز الفني كله كان قال لكم جمهوركم اللي حاضر الماتش ده ما كانش يستحق منكم كده.
ما كانش يستحق منكم في نهايه الموسم تختموها كده لعيبه الاهلي. فيا جماعه ده احنا في راي البلدي كده اختموها مسك، ختمها مسك يا رجاله، وكنا نفرح النهارده. عيب عيب على لعيبه الاهلي. احنا ما كناش نستنطر منكم كده النهارده، ولا جمهوركم العظيم اللي بيتفرج عليكم في كل حته، اللي في المدرج واللي في القهوه واللي في الشارع واللي في البيت واللي في العماره ولا اللي في طياره ولا في اي مكان بيتفرج عليك. زمانه زعل، زمانه حزن النهارده لعيبه الاهلي. بس برضك مصممين اللي انتوا عملتوا اللي عليكم طول السنه، مش 90 دقيقه دول اللي هيزعلونا منكم. بس الواحد بيتكلم ببيورة الله. لازم يا جماعه طاهر محمد طاهر ده النادي الاهلي طالما جبنا كرر صلاح محسن عوده، يبقى طاهر محمد طاهر بره. ما ينفعش النادي الاهلي يشيل الاثنين دول مع بعض. ما ينفعش تيم النادي الاهلي يشيل صلاح محسن وطاهر محمد طاهر فرقه واحده. وادي شفتوا طاهر ده، يا طاهر ده يا جماعه عايز دكتور نفساني. طاهر محمد طاهر ده ما بيضحكش ولا بيعرف حاجه على الابتسامه. الحاجه الوحيده اللي بيعملها يا جماعه طاهر يستلم بظهره ويقع ياخد فاول. دي مش كوره، دي اللي احنا اتعلمناه مش كوره والله يمين الله. يا طاهر يا محمد يا طاهر، انت خدت بدل الفرصه 10، خدت بدل البطوله 100 بطوله وما اثبتش وجودك. واي حد شايف اللي طاهر عمل حاجه للنادي الاهلي وفاد النادي الاهلي يقول لي، يطلع يقول لي يا بوسف انت بتتكلم غلط. انا يا جماعه شايف فنيا طاهر ده ما يصلحش لفرقه كبيره. بعد احترامي ليه، بعد احترامي ليه واي حاجه عملها للنادي الاهلي يوريني عمل ايه. ويا كرر ماتش المصري اللي جاي حياه وموت من جمهور الاهلي. مش هنقبل صدقني. انت لو كنت خدت قرار اللي انت تريح اللعيبه كنا ارتحنا. على الاقل لما كنا اتغلبنا النهارده كنا قلنا لعيبتنا مرتاح، لكن ما عندناش حد مريح. انت اللي مريح بمزاجك، انت اللي اخترت الطريقه. كريستو الشوط الاولاني ما كانش طلع، كان طاهر اللي طلع، وسبت كريستو شويه في الملعب، كان سبته كريستو ده في الملعب. لكن احنا هنقعد كده يا جماعه؟ لا، مش عايزين حد يشمت فينا. احنا بنقول اهو احنا نستحق الهزيمه من بيراميدز النهارده، نستحقها، والمسؤول عنها كرر لثالث مره بقولها. يا جماعه احنا عندنا احسن لعيبه وعندنا اقدم لعيبه. شفتوا لعيبه بيراميدز النهارده؟ شتيمه من الولد اخو اكرم توفيق دوت اللي اسمه احمد توفيق دوت، اللي مش عارف متربي فين الحته ده، شوارعي، لعيب شوارعي يمين الله. احترامي ليك يا اكرم، بالامانه انتوا ما عرفتوش تربوه، اقسم بالله. شتيمه بالام لعيبه الاهلي وضرب ومش عارف بالكوع لعبد القادر. ايه يا جماعه؟ شوف كان فين، شوفوا كان متربي في انهي نادي، شوفوا ده كان متربي في انهي نادي، وقله الادب دي اتعلمها فين، وهتعرفوا ان انا بتكلم صح. يا جماعه شتيمه وقله ادب في لعيبه الاهلي. ولعيبه الاهلي النهارده ما حدش حماها. الحكم ما حماش لعيبه الاهلي. الحكم يا جماعه تايه، الحكم تايه مش عارف اي حاجه يمين الله، عمال يجري وخلاص، ومفيش حاجه اسمها فار. 2 طرد النهارده لعيبه بيراميدز ومحدش يتكلم ولا حد فتح بقه. بس رغم ده كله احنا عندنا احسن لعيبه في مصر ان شاء الله بدون مقاطعه. احنا خلصنا الموسم وخدنا كل البطولات، رغم عن اي حد هيطلع يتكلم جاحد او حائد او اصفر او بغل. احنا ما بيهمناش، احنا ما بنغلب بنقول عشان الكبير كده، اما بنغلب بنقول. واحنا بنقول احنا نستحق الهزيمه النهارده من بيراميدز، والمسؤول عنها كرر، المسؤول عنها كرر رقم 1 عشان هو اللي ما حضرش للفرقه. وبالنسبه لطاهر المره الاخيره، طاهر محمد طاهر ما يصلحش النادي الاهلي. واللي شايف اللي انا بتكلم في نقطه طاهر دي غلط يا رب يعلق لي وانا ارد عليه. واتمنى كل واحد يدي اللايك عشان صوتنا يوصل بربنا وبيكم. سلام يا احسن ناس.